تسلم ايدك يا جماعه احنا مبهدلين. انت الطريقه الجامده. ايه لسه باكل وما عملتش حاجه اصلا. لا والله ده شغلك الله يديك الصحه. البطانيه مكلفه. طب يلا عشان المحشي. انا على فكره جاي عشان المحشي. برغم ان انا كنت زعلانه جدا وكنت مقرره ان انا ما اعملش الفيديوهات التعليميه دي تاني من بعد ما كنت عند العروسه وهي فرشت بنفسها وحسيت انها ما استفادتش قوي من الفيديوهات بتاعتي، وانا كنت مقرره ان انا مش هكرر الفيديوهات دي تاني. بس بعد تعليقاتكم والهجوم اللي كان موجود على التعليقات هنا عندكم في اليوتيوب والفيسبوك وكمان على الخاص ان احنا شيري بنستفاد جدا من الفيديوهات دي، وناس كتيره قوي بعتت لي صور لشققهم ان هم فرشوا من خلال الفيديوهات دي. مش قادره اقول لكم انا كنت فرحانه قد ايه ومبسوطه ان حاسه ان فعلا في حد بيستفاد من الفيديوهات، فرحانه جدا جدا. وعشان كده قررت ان من وقت للتاني باذن الله مش هقطع الفيديوهات دي، ويا رب يجعلها لي صدقه جاريه موجوده عندي هنا في القناه. فدعواتكم ان احنا نفضل مستمرين فيها، ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه. وتعالوا بقى دلوقتي نقتحم دولاب الاء رزق، طبعا احلى عروسه في الدنيا، ونشوف كنا فرشين لها الدولاب بتاعها ازاي. واول حاجه زي ما انتم شايفين بنبدا بيها الفوط. يمكن اكون كنت مجريه مرحله الفوط لان احنا عملنا فيديوهات كتيره جدا مع بعض ازاي تفرشي الدولاب بتاعك، وتقريبا يعني ما غيرتش شويه في التطبيقه، ولكن تعالوا اديكم كده شويه حاجات مختلفه عن كل فيديو بقولها. اولا انا بحب ابدا بالفوط لان هي بتاع الدولاب المفروشات يعني، فلازم هنحطها كلها مش هنشيل حاجه بكراتينها. اولا لان هي لما بتتفك من الكراتين ما بتاخدش مساحه اكبر زي ما بتكون في الكراتين بتاعتها. ببدا بالفوط اللي هي فيها يعني اصلا يعني تطريز ورسومات كده، فبحاول ان انا ابرزها، بصغر التطبيقه واحاول ابرز الرسمه اللي موجوده فيها. فده بالنسبه للفوط المميزه بالتطريز اللي فيها. اما بالنسبه للفوط المميزه بالالوان بتاعتها بحاول ادخلهم كده جوه بعض علشان ابرز الالوان بتاعتهم. اما بقى بالنسبه مثلا للون زي اللون الاحمر ده اللي انا مش عايزه ابينه في الموضوع خالص انه مش هيمشي مع تدريجه الالوان اللي كانت موجوده في الفوط بتاعتها، والموف طبعا، فحاولت ان انا ادخلهم من جوه واعمل بيهم تورتايه. وبالنسبه للناس اللي متضايقه من التورتايه بتاعتي، عايزه اقول لكم انا عمري ما رحت عند عروسه كانت هي اللي بتطلب بنفسها لا احنا عايزين تورتايه شيري ملناش دعوه بقى. وبحاول كده ان انا يعني ايه كل عروسه اغير شويه، يعني عروسه اعملها بالشريط الستان مع الخيش، عروسه تانية احط لها ورد، عروسه تانية يبقى شريط ستان وفيونكات، وهكذا وهكذا. ممكن اعملها دورين، ممكن اعملها 3 ادوار، ممكن اعملها دور واحد، على حسب كميه الفوط بتاعه العروسه وعلى حسب الكميه وعلى حسب مساحه الدولاب. بس الحمد لله يعني مفيش عروسه رحت لها ما كانتش حابه فكره التورتايه خالص. يعني بحاول كمان ان انا بصوا شكل سمبل ورقيق والالوانات كلها ماشيه مع بعض. يا جدعان رايكم بقى في التعليقات واللايك الجميل بتاعكم. طبعا فوط الاطفال نصيحه لكل عروسه كده، واحب اديكم كده شويه نصايح للعرايس اللي لسه بتجهز. حاولي ما تكتريش منها، هي اخرها علبه علبتين، لان اولا حجمها ما بيبقاش كبير. يعني بحس ان خامتها مش احسن حاجه في الحياه. مش بحس يعني فوط الاطفال مش بيهتموا قوي بالخامه قد ما بيهتموا بالدبدوب اللي بيكون موجود فيها، فهي مش هتبقى بالنسبه لك عمليه قوي. انت اخرك ممكن تجيبي منها علبتين بالكتير قوي لو انت حابه تزيني بيها الدولاب. لكن انا ساعات بروح عند عرايس حرفيا بيبقوا جايبين بال10 علب، يقولوا لي اعملي بيها رف كده في دولاب الاطفال. ليه؟ وبعدين اصلا ما ينفعش اعمل بيها رف لوحده، هو عايزه بس تتزين او تطعم بيها الفوط مش اكتر. المهم طبقنا كل الفوط وركناها على جنب. نخش بقى على البند التاني، الملايات. طبعا طريقه تطبيق الملايات بالاسطمبه انا عامله لكم بيها 555 فيديو، لا 5555 فيديو. يعني في فيديوهات كتيره قوي عن طريقه التطبيق، وفي فيديو مخصوص انا كنت عاملاه ازاي تقيسي مقاس الاسطمبه يطلع معاكي مظبوط، وازاي تطبقي بالظبط وكل حاجه. والفيديو ده هتلاقوه موجود عندي على اليوتيوب، تبقوا ممكن في السيرش فرش الدولاب علم شيري او تطبيق الملايات علم شيري، يطلع لكم بصوا سيل كده من الفيديوهات. هتبصوا فيديو هنا وفيديو هنا وفيديو كتير جدا جدا جدا. لو انتوا بتتابعوني على الفيسبوك هتلاقوا الفيديوهات دي موجوده على اليوتيوب كلها بالتفصيل الممل. طبعا هنا انا طبقت قدامكم ملايه ووريكم قد ايه ان اهم حاجه في تطبيق الملايات الطريقه الصح، علشان لو حطيتي 20 ملايه فوق بعض مش هتلاقيهم يقعوا. ليه؟ لان اساس اي حاجه هو يعني بناء اي حاجه هو الاساس. انا مش بصعب الموضوع عليكم، بس فعلا والله لو انتي مطبقه صح عمر الملايات ما هتميل معاكي يمين ولا شمال، ولا تيجي تشدي ملايه عشان تسحبيها تقومي فرشاها على السرير فتلاقي الدولاب كله وقع عليكي. لان احنا بنطبق بالاسطمبه، والاسطمبه مقاسها اهم حاجه، ان مقاس الاسطمبه لو غلط برده التطبيقه مش هتظبط معاكي. فمنعا بس لتضييع الوقت زي ما قلت لكم الطريقه مظبوطه، انا عامله ليها فيديو قبل كده ممكن ترجعوا له. تمام. هحاول والله العظيم لو افتكرت اسيب لكم اللينك هنا. طبعا ملايات الاطفال بدخل الملايتين جوه بعض علشان يبقوا ايه مع بعض كده ماسكين في بعض، ما تبقاش واحده يمين واحده
شمال، يعني بصوا يكونوا مترابطين ومتماسكين. طبعا انا هنا طبقت الملايات والفوط وزي ما انتم شايفين بصوا انا حاطه كام ملايه فوق بعض ولا اي حاجه بتقع، لان اهم حاجه يا بنات التطبيقه. انما شكل التزيين اللي من بره ده بيختلف طبعا من عروسه لعروسه. عروسه بتحب التطبيقه كده بس ما تحطش بقى اي حاجه خالص ولا شرايط ستان ولا تزينها باي حاجه. في عروسه بتبقى عايزه التزيين يكون يعني اوفر شويه، او هي بتحب الحاجات المشخلعه شويه. في عروسه لا بتحب الحاجات الهاديه السيمبل، فبيختلف من عروسه لعروسه. لكن طريقه التطبيع عندنا واحده، لان احنا في النهايه جايين نفرش وننظم بيتي. فانا متهيالي التطبيقه دي بتبقى من الحاجات المهمه جدا، لان في ناس كتيره قوي بتفرش يعني بدون ذكر اسماء. انا شفت لهم فيديو، انا كنت رايحه اعدل على شغلهم، يعني انا ما كنتش عارفه ان هم اللي فارشين حرفيا. اقسم بالله الى حاسه ان الملايه كانت طالعه من العلبه على الدولاب على طول. فطبعا احنا جينا نشد ملايه فلقينا الدولاب كله وقع علينا. ما علينا يا جدع، خلونا في شغلنا وساكتين كده وقلبنا ايه، خلينا كويسين يعني. المهم يا بنات خلصنا الملايات والفوط. وطبعا في الغالب ان انا مش بفرش يعني مش بطبق كل حاجه وافرش مره واحده، لا انا بحاول ان انا حاجه وارصها. بس انا كان عندي الدنيا هنا بروح بقى واسع، فقلت اخلص كل حاجه وبعد كده ايه ارص مره واحده. واحنا بنطبق كنت لسه ما كملتش بيت المفروشات، بس كان تقريبا خلاص يعني بنبتدي نقفل فيها. جت طبعا الاء وكانوا جايبين الغدا. بجد والله العظيم انا بشكرهم جدا جدا على ترحابهم وكرمهم. بجد والله العظيم بجد بيت اهل الكرم فعلا زي ما بيطلعوا عندهم في الفيديوهات. فمن هنا كده ومن موقعي بشكرهم جدا جدا جدا. تعالوا نشوف راي الاء من قبل اصلا ما احط الحاجه في الدولاب. عايزه اقول لكم ان انا بدات بس افتح الفوط قعدت تقول لي تسلم ايدك تسلم عينيكي. بجد هي ذوق جدا جدا يا بنات، هي عسل زي ما بتطلع عندكم في زي ما بتشوفوها في الفيديوهات. فتعالوا نشوف رايها هي ومحمد كان ايه يعني قبل ما نفرش. عايزه اقول لكم بعد ما فرشنا، بس للاسف انا في الحته دي ما كنتش صورتها. بجد كانت فرحانه قوي وانا كنت مبسوطه انها فرحانه وان هم اصلا كانوا فرحانين ان هي يعني الشغل عجبها. ده كانت اهم حاجه عندي. فتعالوا نعرف رايها وبعد ما نعرف رايها اقول لكم رايي في المحل. جميل. انت ايه رايك بقى؟ اقسم بالله تسلم ايدك. يا جماعه احنا مبهدلين. انت الطريقه الجامده. بصوا هو احنا من ساعه ما جينا اصلا وهم عاملين والله تسلم ايدك ولسه ما حطيتش حاجه. كفايه ذوقكم. هي لسه ده كله ما عملش حاجه اصلا. لا والله شغلك تسلموا تسلموا. ربنا يا رب كده يديكم الصحه. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك. لا هي حاجاتها قمر على فكره، عروسه ومكلفه. طب يلا عشان المحشي. انا على فكره جاي عشان المحشي. انت جاي عند انت مش فاهم يعني انا جاي اصلا اكل محشي. مش هينفع. والله عيب. يلا بينا. بجد تسلم ايد مامة محمد. بجد المحشي انا عمري ما اكلت في حياتي محشي، حاسه ان طعمه مختلف. بجد تسلم ايديها تسلم ايديها ويسلم كرمهم يا رب اللهم امين. تقريبا نزلت خلصت حله محشي وطلعت على طول. المهم يا بنات بعد ما طلعت بدات ان انا اكمل تطبيق المفروشات. وما كانش فاضل حاجات كتيره، بدانا ان احنا نخلص كل حاجه. مش كل حاجه والله جايبها لكم وهي بتطبق، انا بحاول بس اوريكم الطريقه واختصر عليكم الموضوع علشان الموضوع يبقى ابسط بالنسبه لكم، الفيديو ما يبقاش ممل. لكن لما بيكون في رسمه مثلا في حاجه بتاعت اطفال فيها شكل ديزني او اي حاجه بحاول ان انا ابرزها وبحاول انسق الالوان. يعني مثلا لو معايا بطانيه فيها اكتر من لون او تدريجه الوان بحاول اختار اللون اللي هو مناسب لمعظم الحاجات اللي موجوده علشان لما نيجي نفرش الحاجه كلها على بعض ان الالوانات متناسقه مع بعض. طبعا اخترت الشريط الاوف وايت في معظم الحاجه ان حاجتها كلها كانت على بينك على كشمير على وايت، فتحسوا الالوانات على جراي، فالالوان كلها تحسوا انها قريبه من بعض. فحسيت ان اللون الاوف وايت هيبقى موحد الدنيا كلها. خلصنا ملايات وفوط ومفروشات وكل الحاجات. تعالوا بقى نرص مع بعض الدولاب ونشوف كنا رصينه ازاي. اول ضرفه حسيت ان انا محتاجه احط فيها، اول ضرفه حسيت ان انا محتاجه ان انا احط فيها مثلا تحت البطانيه. هي مش هستخدمها كتير في الاول خالص، في بطانيتين تاني هي كانت هتستخدمهم يعني في الاول، فدي استهلاكها ليها هيكون قليل فحطيتها من تحت. وكان الهدف ان انا عايزه استغل مساحه واسيب لهم دولاب تاني فاضي، لان هي كانت لسه ولا جاب الهدوم الصيفي ولا الشتوي، كان الدولاب ده خلاص اتملى والدولاب التاني اتملى، فكنت عايزه اسيب لها مكان تقدر انها تحط بقيه فيها هدومها. فحطيت هنا اللحافين لان هم دول تقريبا اول حاجه هتستخدمهم في الشتاء لاوض الاطفال، مش هتستخدم البطانيه عشان كده حطيتهم هم اللي من فوق. فاول رف من فوق اخترنا مع بعض كده الملايات، واخترت لها كده الملايات اللي هي تستخدمها كتير ان انا احطها لها في الارفف اللي من تحت. والملايات دي ممكن يكون استهلاكها ليها في الاول مش هيبقى كتير قوي، فعشان كده حطيتهم من فوق. عملت لها ديكور اللي هو الفيونكه بالكياس بتاعه الخداديات بتاعه الملايه اللي انا حطيتها في النص. بدات كده ان انا زين بقى بفيونكه في النص بورد كده على كل
مروحه كانت محطوطه على الملايات. زي ما قلت لكم الديكور ده حاول ان انا اتكلم فيه مع العروسه، اي عروسه انا بروح لها اختار اللي هي عايزاه، لكن التطبيقه عندي واحده علشان يكون معايا الاستخدام سهل. عايزه اقول لكم ان هي لو حبت تشد اخر ملايه من تحت الرف اللي من فوق مفيش حاجه هتتاثر ومفيش حاجه هتقع، لان التطبيقه زي ما انتم شفتوا معايا مسطره عكس والله العظيم حاجات تانية، وانا ببقى عارفه كده من الصور يعني الحاجه باينه ازاي، اني مجرد بس ما تلمسيها كده هتلاقي كل حاجه وقعت. فحاولوا تركزوا على التطبيقه اهم حاجه. ملايات الاطفال حاولت ان انا اميزها لها بكيس خداديه من الاطفال عشان بس تبقى عارفه يعني تميز ما بين الملايات العاديه وملايات الاطفال. خلصت هناك الملايات، وبعد كده من المفروشات انا قلت بقى احط لها الفوط، ونفس اللي عملته مع الملايات ان انا اخترت الفوط اللي هي مش هتستخدمها كتير في الاول، حطيتها في الرف اللي من فوق. طبعا التورتيه اصلا مش هتقعها ومش هتستخدمها في الاول، فكان اختياري ليها انها تتحط في الرف اللي فوق، وخليت الحاجات اللي هي عايزه تستخدمها كتير او هتستخدمها كتير اول الجواز بتدريجه الالوان بالمقاسات خليتهم في الرف اللي من تحت. وطبعا اللي هي داخله برده جوه بعضها دي واللي مربوطه بشريط ستان اكيد برده هي مش هتستخدمهم كتير في الاول، فخليتهم في النص يبقى ده الديكور بتاعنا. واللي في الجناب دي بقى هم التطبيقه العاديه خالص اللي هي تسحب منهم وتستخدم براحتها تماما. الناس اللي بتقعد تقول انتوا ليه بتجيبوا ملاك كتيره وفوق كتيره، عشان دايما بيجي لنا في التعليقات كده حاجات كتيره. عايزه اقول لكم ان هي عادات وتقاليد، وانا قلبا وقالبا مع كل العرايس حاولوا اقتصدوا الموضوع شويه وحاولوا لموا الدنيا شويه، لان الدنيا بقت غير الاول بكتير. فحاولي ما تكتريش وحاولي ما تقفريش في الموضوع. بكل عروسه هتبتدي انها تجهز، وكل عروسه خلاص جابت حاجتها بدعي لها والله انها تتهنى بكل حاجه هي جابتها. ربنا يا رب يهنيها بكل خيطه هي جابتها وكل ملايه وفوطه وكل حاجه هي جابتها. وحابه ارد كده على بعض التعليقات اللي هي بتجيلي. في ناس كتيره بتكتب لي هو انتوا ليه بتفكوا كل الملايات والطبقات تحطوها في الدولاب؟ ليه ما بتطلعوش جزء صغير والباقي تشيلوه كراتينه في حاجه تاني؟ طب هي جايباها علشان خاطر تخزنها؟ مش فاهمه. اي عروسه جايبه حاجتها عشان تستمتع بيها. جو انك انت تبقي جايبه 40 50 ملايه وفي الاخر خالص تطلعي 6، انا ضده تماما، لان كل فتره بتطلع حاجات جديده. فانت خلاص طالما اشتريتي حاولي استمتعي بحاجه كلها في الاول، والحاجه ولا هتبوظ ولا هتعمل. انت لو استخدمتيها مره، يعني لو كنت جايبه مثلا 20 او 30 ملايه واستخدمتيهم كلهم مره واحده، انت هتنسي انت فرشتي ايه او عملتي ايه. بس حاولي استمتعي بحاجتك. ولو انت مش هتستخدميهم في الاول طلعوها يا جماعه، طلعوا الحاجه يا جماعه من علبها ومن الكتمه اللي فيها، لان انتوا عندكم معلومه خاطئه جدا. الحاجه كل ما بتكون مكتومه كل ما بتعت وكل ما بتبقى بتعمل ريحه وحشه وبتعت وبتبوظ وبيحصل لها كل البلاوي اللي في الدنيا. فحاولوا تطلعوا الحاجه من كراتينها. فاول حاجه انا ببدا بيها هي الملايات والفوط، لان اي ملايات وفوط حتى لو هي بنفس العلب بتاعتها هتاخد مساحه معاكي، فانت طلعيها وافرشيها. في ناس بتقعد وفي ناس كتيره مثلا بتكتب في التعليقات ليه الدولاب كله ملايات ومفروشات، طب هيحطوا هدومهم فين؟ انا من الناس اللي يعني ده رايي ان احنا نحط كل المفروشات مثلا في دولاب الاطفال، لان اي عروسه في الاول متجوزه ما عندهاش بيبيات، يعني ما عندهاش اطفال، وحتى لو ربنا كرمها في الاول هيبقى بيبي صغنن فمش هياخد اصلا رفين في النهايه. ولما ربنا يكرمك باطفال ممكن تشيلي الحاجات الكبيره زي الملايات زي البطاطين زي اللحافه تحطيها في كفرات. في كفرات اصلا متخصصه للمفروشات بتحسوا انها حتى يعني قماش كده فبتدخل هوا شويه غير الحاجات اللي بتبقى جايه فيها اصلا بلاستيك، تحسوا انها تكتم الحاجه وتعتها. فحاولوا انك انتوا حتى لو هتيجوا تخزنوا بعد كده الحاجه تخزنوها بطريقه صح لو انتوا هتوفروا مساحه في الدولاب. وانا من فكرتي ويا رب تكون فكره صح ان لما اجي احط المفروشات احطها كلها في مكان واحد، علشان لو هي حابه تغير ديكور اوضه النوم ولا ديكور اوضه الاطفال تبقى كل حاجه قدامها، ما يبقاش في جزء بقى في الدولاب وجزء تحتيه وجزء فوق السرير او جزء فوق الدولاب، فما تبقاش هي شايفه كل حاجه قدامها. وحاولوا يا بنات استمتعوا بكل حاجتكم، خلوها على الله وربنا يكرمكم، لان في حاجات كتيره بتطلع بعد كده جديده. حاولوا طلعوا كل اللي عندكم، ويا رب يكون فرشي للدولاب عجبكم والطريقه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الطريقه عجبتكم والفرش عجبكم تعملوا لايك كتير للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه في التعليقات، اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. دلوقتي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.